صانع البطولات، صانع الانتصارات، صانع البهجة، صانع المتعة، اللي أنا مصدوم إنه أبو تريكة بدلا من أن يوضع على قوائم المجد، قوائم البطولات، نضعه على قائمة الإرهاب. عاملين مناحة وحزن عشان فقدوا جاسوسهم، فقدوا عاملهم. لكل واحد بيعزي الجاسوس مرسي كتابه أسود، وسيكون في القائمة السوداء من أبو تريكة لباقي هؤلاء. تريكة الإرهابي، أبو تريكة المجرم، أبو تريكة الخاين، أبو تريكة العميل، أبو تريكة الحرامي. ليك يوم أبو تريكة. انا عايز اقول حاجه، ان هو في الكوره مفيش غير ابو تريكه واحد بس، مش هيتكرر، ومهما اتكلمت من هنا للسنه الجايه مش هديله حقه يعني. عشان كده كمان ربنا كرمه يعني. بس انا كنت اتمنى للكابتن ابو تريكه يبقى موجود ونلعب معاه. ابو تريكه من انظف الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاه في حياتك. نفسي ابقى نص كابتن ابو تريكه كانجازات وكحب الناس. ان انا كنت اتمنى ابو تريكه يجيب فيه هدف عشان يتضاف في تاريخي ان ابو تريكه جاب هدف في عصام الحضري. نتعرف عليه. صحيح. انا بفتخر بابو تريكه. شوف الاستقبال، شوف التحيه للاسطوره لصاحب ال 37 سنه، لصاحب الالقاب. في مره انا ادينا له مليون جنيه جايزه من موبينيل وكده، بدل ما ياخد المليون جنيه راح متبرع بيها للملاجئ وكده. الله يا ابو تريكه، كم وددت وكم تمنيت وكم حلمت ان اعلق على مباراه يتواجد فيها اسمك، فليشهد التاريخ اني الان اصبحت معلقا. نعم اصبحت معلقا الان بعدك يا ابو تريكه. الان اكتب في مولدي، الان اطلب ثورتي، الان احكي قصتي في حب. هو مثل اعلى لكل مش ليا بس، لكل اي لعيب يلعب كرة في مصر. متدين جدا مش زي ما الناس بتقول عليه. فانتاستيك بلاير، لاعب رائع. ابو تريكه نجم لا يقل اهميه عن الباقي النجوم المتواجدين. لكن كشخص كان بالنسبه لي يمكن ده افضل شخص اعرفه في حياتي. تريكه اسطوره في الكره المصريه والواجهه المشرقه بالنسبه للكره العربيه بوجهه نظري. الراجل ده بيفكر وبيفكر في كل الناس طول الوقت، بالذات الناس الفقيره. محمد صديقي حلوه مثل هذه اللقطات. محمد صديقي وبصراحه احد الناس اللي الواحد يتشرف. دايما بيبقى رسالتي لما كنت لعيب كوره وفي الرياضه، دايما الرياضه هي وسيله وكره القدم هي وسيله لتقارب الشعوب. ودايما بقول ان لعيب كره القدم له رساله داخل الملعب وخارج الملعب. رسالته دايما تبقى ايجابيه، يحث على الاخلاق، مهتم بقضايا امته، مهتم بتفاصيل كافه شؤون الامه العربيه. دايما القضيه الاساسيه واللي دايما بتوحد الامه العربيه القضيه الفلسطينيه. هو العدو الواضح والظاهر للشباب المسلم والشباب العربي، عدو ظاهر، ما ادخلش في تفاصيل اخرى جانبيه. ودايما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في وصايه بتكتبها قبل الموت. انا من ضمن الوصايا اللي كاتبها ان التيشيرت اللي عملته تعاطفا مع غزه يكون معايا في الكفن. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.